طبعا بعد طبعا ظهور كلام ان ممكن ان يستروب يمشي لانه غير مقنع للاداره. وطبعا المباراه الجايه طبعا الاهلي لو حصل حاجه وحشه طبعا، وان الاهلي خسر اي لقاءين او اي لقاء جاي، فطبعا اكيد ان هيبقى فيه هجوم شديد ان المدرب يمشي. مين الاصح ان هو ممكن يجي يمسك الاهلي تاني؟ في ناس ممكن تقول موسوماني يرجع يمسك الفريق بسبب طبعا معرفته باللاعبين اللي طبعا معظمهم مشي دلوقتي، ولكن هو عارف الاهلي وقدر يمسكه وقدر ان هو يفوز مع البطولات. كولر برضه مدرب كويس، بس هيكون طبعا الاسم الابرز وقتها لان هو كان ظاهر من قبل كده، هو المدرب حسام البدري، لان هو المدرب الوحيد اللي هو الكل شايف ان هو هيعرف يتعامل مع النجوم دي. بقت فيه نجوم كتير وبقت فيه نجوم قوية، فعشان كده ان المدرب الجاي للاهلي هيكون مفهوش اي محل نقاش، خصوصا بعد طبعا فشل ريبيرو. لو تروب لو حصل ومشي فهيكون برضو ده فشل للإدارة. فعشان كده هل هيكون حد من الثلاث أسامي دول، أم هناك اسم